بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا بكم في مساء هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 17 من شوال لعام 1445 في هذه الأرض المباركة طيبة الطيبة، مدينة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تلبية لدعوة كريمة من فضيلة الشيخ فاران بن عون الدهمشي العنزي، إمام وخطيب وعضو لجنة إصلاح ذات البين وعضو ملتقى قبيلة عنزة بالمدينة المنورة. فنعم المضيف ونعم القبيلة، قبيلة عنزة الوائلية صاحبة الجاه المنيع والمكان الرفيع، قبيلة أنجبت قادة وسلاطين لا هانت ولا هانت باقي قبائل المملكة. الشيخ فاران بن عون العنزي من الرجال الأوفياء الذين يحرصون على وحدة الصف واجتماع الكلمة، وله بصمات واضحة في الدعوة والإصلاح، صاحب مجلس مفتوح ولا غرابة، فهذا ديدن آبائه وأجداده. ونحن أبناء قبيلة بني رشيد العبسية تربطنا بهذه القبيلة أواصر الصداقة وحسن الجوار منذ عهد الآباء والأجداد، فنعم الجيرة ونعم القبيلة. وما نلمسه ونشاهده في ملتقى قبيلة عنزة في المدينة المنورة، والذي يحرص على التكاتف ووحدة الصف في لحمة وطنية لمد جسور التواصل بين أبناء القبائل. وما هذا اللقاء في هذا المساء إلا شاهد عيان على ذلك، حيث برزت جهود هذا الملتقى وإنجازاته على مستوى المنطقة والوطن، وأصبح نموذجا يحتذى به لما يحققه من أهداف وطنية واجتماعية مع أبناء الوطن وقيادته، ليشكل قبيلة واحدة شعارها مكة قبلتنا والمملكة قبيلتنا. وما نسعى إليه في ملتقى القبائل للحمة الوطنية، والذي كان الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى لمؤسسه الشيخ علي بن خليفة بن كحيل الطويل العنزي منذ أكثر من 8 سنوات، والذي نحرص كل الحرص على تنوع فعالياته وتحقيق أهدافه ليسود التلاحم بين أبناء القبائل في هذا الوطن المعطاء خلف قيادتهم، حيث يمثل نخبة من شيوخ القبائل ووجهائها وأدبائها وشعرائها وإعلاميها، سائلين الله جلت قدرته أن يحفظ علينا أمننا وأماننا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب الرؤية الثاقبة والرائدة للنهوض بهذا الوطن إلى مصاف الدول العظمى. كما نهنئ أنفسنا ونهنئكم أبناء منطقة المدينة المنورة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان ابن عبد العزيز آل سعود أميرا لمنطقة المدينة المنورة، شابا طموحا وفقه الله ليحقق رؤية قادة بلادنا المباركة وخدمة طيبة الطيبة وزائري المشاعر المقدسة من مختلف بلدان العالم.
وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الشيخ فاران بن عون العنزي وجماعته على ما لقيناه من كرم ضيافة وحسن استقبال. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، واحفظ بلادنا من كيد الكائدين وشر الأشرار، وانصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، واشف مصابهم وارحم شهداءهم. طبتم وطاب مساؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.